مين فينا ما اتوجعش، ما مرش بتجربة، علاقة، حدث حصل له في حياته هز كده كيانه من جوه ورجه ووجع قلبه؟ تهيألي مفيش حد ما مرش بالتجربة دي مرة واحدة على الأقل في حياته، إن ما كانتش مرات عديدة، لأن ده جزء من قوانين الحياة، إن الألم علينا حق، كلنا بلا استثناء هنتألم. ومين فينا بيحب الألم؟ هل في بني آدم طبيعي على وجه الكرة الأرضية بيحب يتوجع، بيحب يتألم، بيحب يعاني؟ أكيد لأ. ولو أنت بتحبه يبقى كده في مشكلة. الطبيعي إن إحنا مش عايزين نتألم، والطبيعي إن إحنا عايزين الألم يخلص، لأن هو تجربة أنت بتتألم، فأنت مش عايز ده يفضل موجود، فبتحاول وبترفص وعمال تفلفص منه، أنا عايز أخلص منه. وعرفنا والفترة دي محتوى عن الصحة النفسية كتير، وابتدينا نعرف إن في سلوكيات معينة وأشياء معينة إحنا محتاجين نعملها عشان نتعامل مع الألم. إن كان سلوكيات إدمانية مش هتكلم عنها كتير عشان دي يطول عنها الكلام، زي ان انا اكل كتير، اشتغل كتير، اشتري، اعمل شوبينج كتير، اروح للمواد الاباحيه وغيرها وغيرها وغيرها، او ادمن العلاقات حتى، اروح لكل الكلام ده بهدف ان انا عايزه اغطي على وجعي، مش قادر اقعد مع الشعور ده، شعور صعب مش قادر اقعد معاه. طب بعرف السلوك الادماني من غير الادماني منين؟ السلوك الادماني لما بخلص السلوك اللي انا بعمله بحس بالذنب والالم ما بيخلصش برضه، فبروح اعلي الدوز اكتر، يعني اعمل الفعل ده اكتر واكتر، عشان انا عايزه احس بالشعور المؤقت بالسعاده ده اللي هو بيقعد معايا حبه صغيره وبعدين يحصل البيك تعلى وتنزل في نفس اللحظه. وده مش موضوعنا، ده عايز محاضره الواحد يتكلم فيها. ولكن في ناس اتعلمت وسمعت وقرت كلمه انت محتاج تقبل الالم. ايوه انا اعمل ايه يا استاذ غسان؟ اقبل الالم. وحاولوا يتعاملوا مع الشعور، وقرروا ان هم عايزين يواجهوا هذا الشعور ويتعاملوا معاه، بس طلعت مش شغاله يا مولانا. انا عملت كل الكلام اللي انتوا بتقولوا عليه، جورنالينج وكتبت، رغي مع صحابي ورغيت، الألم ما بيخلصش ليه؟ قلت اهو، قلت ان انا متألم، ما خلصش ليه؟ قلبي لسه موجوع ليه؟ فده اللي انا جايه اتكلم عنه النهارده. هو احنا ازاي نقبل الألم بجد؟ وانا بصور الفيديو ده مش من واقع شغلي كحد بيشتغل في مجال الصحة النفسية، ولكن من واقع إنساني أكتر، ومن واقع محاولات عديدة إني مش بس أفهم، إني أحس هذا الشعور بجد في حياتي وأقدر أتعامل معاه كحد يعني عنده يعني رصيد من التجارب المؤلمة. أول حاجة في فكرة القبول، كلمة القبول نفسها، أنا قعدت كتير على فكرة أنا مش هضمة الكلمة دي، يعني أنا ماشي، أنا فاهمة اللي انتوا بتقولوه كويس، بس أنا يعني إيه أقبل؟ أيوة يعني أعمل إيه؟ وهو الحقيقة الإجابة في السؤال. هو القبول ده هو إقرار مني إن الشيء اللي بيحصل ده حق، يعني مشاعرنا حقنا، أنا من حق أكون متألم. إحنا ما أخدناش ده في الكلاس، ما أخدناش إن أنا من حق أكون متألم، إحنا أخدنا إن أنا متألم دلوقتي، بس ما حدش أقر إن ده شيء مؤلم أو فعل مؤلم أو حدث مؤلم. قوم يلا اتصرف، قوم خلص الواجب، قوم اعمل اللي وراك. وعايزة أناقش فكرة القبول دي من زاويتين الحقيقة. الزاوية الأولى علاقة الألم بالوقت، وعلاقة الألم بالصلابة النفسية. أنا بشوف إن إحنا مشكلتنا مش مع شعور الألم في حد ذاته، ولكن مع تأثيره. يعني أنا خناقتي مش مع شعور الألم اللي هو شعور من ضمن مشاعر كتير موجودة وربنا حاططها لسبب، لكن تأثيره علي. تأثير إن أنا متألم إيه؟ إن أنا عطلان، إني مش عارف أقوم بالمهام بتاعتي اللي أنا متعود عليها، أو إن أنا متوقعها من نفسي. فبالتالي لما بيجي يزورني شعور الألم دوت، أنا البيس بتاعي بيهدى، سرعتي بتقل، مهامي بتقل، ما ببقاش قادر، مش قادر أواجه الحياة، مش قادر أواجه الحياة، مش قادر أقوم بالمهام الوظيفية بتاعتي كلها، تو ليست الكبيرة بتاعتي دي، لا أنا in pain، فأنا موجوع،
فانا زعلان دلوقتي، فانا مش قادر. فانا بشوف ان المشكله الاساسيه هنا في الوقت، تاثير علاقتنا احنا، علاقه الالم بالوقت. وهنا ده يدخلنا في نقطه مهمه جدا، وهي ان احنا بنتعامل مع الالم النفسي بشكل مختلف تماما عن الالم الجسدي. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي لما بتعور في ايدي، تعور تعويره كبيره شويه، مش التعويره دي بتحتاج وقت عشان تهيل، عشان تتعافى، تتكون قشره، والقشره دي تقع فيطلع جلد جديد، فترجع ايدي ما كأن ما حصلهاش اي حاجه. بتاخد وقت. حتى لما تروح للدكتور وانت عيان بيكتب لك روشته ويقول لك انت محتاج 5 ايام راحه، معلش 5 ايام كده ايه، ريح نفسك شويه، ابعد عن الضغط العصبي. فبيديك شويه حاجات انت محتاج تعملها، محتاجه وقت عشان تتعافى وعشان تخف وعشان تبقى كويس. ولكن احنا على النقيض بقى لما بنيجي نروح للألم النفسي، لا معلش، لا معلش، ما عندناش وقت، سوري مش فاضيين لك، انا ما عنديش وقت انهار، الجمله الكلاسيكيه الشهيره. ما عنديش الرفاهيه دي، ما عنديش الرفاهيه بتاعه الالم. فاحنا ما بنعرفش نتعامل مع فكره او نقبل فكره ان هو جيس وات، هو الالم هيعطلك. على فكره هو الالم هيقلل البيس بتاعك عشان انت محتاج الوقت ده. في جزء منك هنا متضايق وزعلان وغضبان وموجوع، بس انت عمال يصرخ يستغيث، وانت تقول له اسكت اسكت، انت مش مهم دلوقتي. فايه اللي يحصل؟ فيفضل يستغيث وصوته يعلى اكتر لغايه ما يروح مسمع في جسمك، يعمل لك، يروح عامل شات داون لجسمك، تقع. ساعتها تحس انا محتاج راحه دلوقتي، هتاخدها بالعافيه يعني. الفكره في الالم ان انت لو ما تألمتش بمزاجك للاسف هتتألم غصب عنك. فدي اول نقطه، هو علاقته بالوقت. فانا بحتاج اعمل ايه هنا؟ انا بحتاج اقبل اثر الالم، بحتاج اقبل اثر ان انا دلوقتي عطلان، وان انا هتيجي عليا ايام انا مش قادر اعمل كل الحاجات اللي انا متعود اعملها، هتيجي عليا ايام مش طايق نفسي، هتيجي عليا ايام مش قادر على التواصل الانساني. كل ده طبيعي. and guess what؟ هتيجي عليا ايام برضو انا بعمل البير مينيمم بتاعي او مهامي الاساسيه في الحياه، زي ان انا كوميتد لشغل. ما هو مش معنى ان انا اقبل الالم اللي انا ارفع ايدي بقى لا انا مش هشتغل، انا قاعده اتالم. يا شباب يلا 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 بقى نسيب اشغالنا ونسيب حياتنا ونسيب ادوارنا، معلش احنا بندفع ثمن الالم. لا طبعا ما بنقولش كده. فانت هتيجي عليك ايام وانت ماشي رايح شغلك وانت حزين، رايح شغلك وانت موجوع، رايح شغلك وانت في جريف، في حداد، وانت بتشتغل وانت مش مبسوط. هتيجي عليك ايام شبه كده. وهي دي فكرة التسليم، والفرق بينها وبين الاستسلام. الاستسلام ده اللي هو النموذج الاولاني، احنا مش هنروح الشغل، احنا هنقعد نتألم بقى، او هم السبب، هم عملوا سووا فيا والدنيا ماشيه بظهرها وحطت عليا، وانا عارف انا طول عمري حظ قليل في الدنيا وماليش بخت وانا طول عمري موجوع. لا ده اسمه استسلام، ده جيفنج اب. امال التسليم يعني ايه؟ التسليم هو الاقرار بتاعك ان الالم علينا حق، وان الالم جزء من الحياه، قبول ان هو هيحصل، هو جزء من الحياه وهيحصل. فده اول جزء في الاقرار بتاعي، ان الحدث اللي حصل، اول فاليديشن بيحصل في الدنيا يا جماعه بيحصل من جوانا، بيحصل ان ايوه الحدث اللي حصل ده مؤلم بالنسبه لي، بغض النظر المجتمع شايفه ايه، بغض النظر عن الطرف التاني في العلاقه شايفه ايه، الحدث ده وجعني، اذا هو بيوجع، اذا انا موجوع. ده اول اقرار. يا سلام بقى لو حصل فاليديشن من الاخرين، الله الله، عظمه على عظمه. نص حل الحوار على فكره في الفاليديشن الاولي، في الاقرار الاولي، ايوه اللي حصل مؤلم، وايوه انا اشعر الان بالالم. ده نص الحدوته، نص الحل. طيب معنى التسليم ايه؟ قبول ان ده جزء من الحياه، زي القضاء والقدر، زي الحاجات اللي بره ايدي، اللي انا مش عارف هتاخد وقت قد ايه عشان تخلص، بس انا مش بحاول اعمل لها كنترولينج، مش بحاول امسكها، مش بحاول اسيطر عليها. انا قابل وجودك. مجرد ان انا اتعاملت مع الالم ان انا قابل وجودك، مش في خناقه وبتخانق معاك وعمال اهرب منك ومش عايزه احسك، انا خايف منك، انا مش عايزه احسك عشان انت
انت لما بتيجي انا بعطل تماما، انت لما بتيجي انا بنهار، انا ببقى فيري فراجايل، انا ببقى فيري فارنبل، انا ببقى ضعيف قوي وانا مش عايزه اشوف نفسي كده فبهرب منك. فلا، قبول ان انت موجود وموجود لحكمه عرفتها او ما عرفتهاش هي موجوده، ده نص الحل، ده نص القبول. فده لما بيحصل خلاص انا مبقتش في خناقه مع الالم، انا قابل وجودك وماشي بيك، وماشي بيك لحد ما تخلص. الالم على فكره بينتهي، بيجيله يوم وينتهي والله، بس بينتهي لما احنا نبطل نسيطر عليه، بينتهي لما احنا نقبل بوجوده، ان انت جزء مني. ايوه انا في التجربه دي اتألمت واتوجعت، ايوه ده حقيقي، ده حقيقي. تاني حاجه بقى وهي فكره الصلابه النفسيه، الايموشنال ريزيلينس، ان ابقى ستريتش، اقع واقوم. ايوه يعني ايه الفكره في الصلابه النفسيه بقى؟ يعني ايه؟ احنا كتير مننا سمع عن الصلابه النفسيه، كلام جميل، ريزيلينس، ايوه تبقى مطاط كده تروح وتيجي والحياه ما تعلمش فيك. طب حلو، الصلابه النفسيه بقى دي بتيجي من ايه؟ هل هي بتيجي من القرايه الكتير عن الصلابه النفسيه وكتر المعرفه عن المشاعر وكتر المعرفه عن الادوات؟ لا يعني للاسف، او مش للاسف، الحقيقه حقيقه ان الصلابه النفسيه بتيجي من كتر التعرض للتجارب. فهو قانون يعني سخيف شويتين، بس انت كل ما هتتألم اكتر كل ما صلابتك النفسيه هتزيد. ايه ده؟ طب ما انت قايله لنا في اول الفيديو يا ست الكل محدش بيحب الالم. ايوه انا لسه عند رايي محدش بيحب الالم، ولكن انا لما بقبل الالم فبقبل ان انا هخش في تجارب انا ما عنديش ضمان بيقول لي انت عمرك ما هتتألم تاني، ده مش موجود في الدنيا. لا، انت هتتألم وهتتخزوق وهتخش تجارب ريجاردلس سنك ايه، ريجاردلس خبرتك ايه، لغايه الى ما لا نهايه. لما تقبل ان الالم موجود وهيحصل، حصل وهيحصل وهيستمر انه يحصل، مش هتبقى خايف تخش تجارب جديده. فبالتالي انت هتستمر في كونك انسان فارنبل عادي عنده انفتاح على التجارب اللي وارد يتوجع فيها. بس اللذيذ في الموضوع ان وجع اول مره مش زي وجع 10 مرة، مش هو قانون الحياه وهيحصل هيحصل واحنا محتاجين ننفتح ليه. المره العاشره انا مش هبقى بنفس كم الالم اللي انا حسيته في اول مره سبت نفسي اتألم، لا مش هيبقى بنفس المقدار. هي دي الصلابه النفسيه على فكره، هي دي اسمها تخن جلدك، مقدار الجلد اللي تكون او الشيلد، مش عايزه اقول شيلد عشان تفهم معنا غلط، مقدار الصلابه، التخانه بتاعت جلدك اللي اتكونت من تكرار الالم. فبقاش الالم مشكله، بقى خلاص هو جزء من الحياه وهيحصل وهنعمله ويعني وهنتقبله وهنقبله وهيحصل هيحصل. فما بقيتش بخاف منه، فبقيت قادر اواجهه، فبقيت مور ريزيلينت او عندي صلابه نفسيه اعلى للحياه. فدي الفكره، انا قبلت الاول تاثيره عليا وعلى حياتي، وتاني حاجه انا كل ما بتعرض له اكتر كل ما صلابتي النفسيه بتزيد، وبالتالي قدرتي على تحمله بتزيد، وقدرتي على قبول اللي احنا بادئين بيها الفيديو وجوده هي كمان هتزيد. طيب حاجه اخيره عايزه اختم بيها، هي فكره، فاكرين السؤال اللي بدأت بيه لما قلت ايوه انا عملت كل حاجه انتوا طالبينها مني بس ما خلصش؟ افتكر كده نيتك وانت بتعمل ده، هو انت بتعمل ده عشان تكنترول ولا عشان تقبل؟ عشان لو كنت تكنترول الألم مش هيخلص، I can guarantee this. بس لو انت بتعمل ده ونيتك الانتنشن بتاعتك الحقيقية ان انت عايز تتعامل معاه وتقبله، لا هيقل. فالجورنالينج هنا هيفرق. الجورنالينج بأنهي طريقة؟ انا بستخدم حاجة اسمها اي ستيتمنت، انا حسيت بكذا، انا اتوجعت في المشهد الفلاني وكان نفسي او كنت احتاج يحصل 1 2 3 4. فدي اول حاجة. دوائر الدعم بتاعتي والناس اللي انا، دوائر الامان بتاعتي، الناس اللي بقدر اتكلم معاهم بحرية ومن غير حساب ومن غير محسب كلامي وبيقبلوني زي ما انا،
احكي وارغي في الموضوع لحد ما ينتهي بالنسبة لك، ولا يهمك، ارغي زي ما انت عايز لحد ما يخلص. هل في وقت ديدلاين؟ لا، ما عندناش ديدلاين ان القلم يخلص فيه. احنا بنفضل نفنت وبنفضل نعبر عنه لحد ما البالونة الكبيرة دي تفس. طب بنعمل ايه كمان مع الجورنالينج والفنتنج مع الصحاب ودوائر الدعم ودوائر الامان بتاعتي؟ باخد بالي من نفسي بس، مش مطلوب اكتر من كده. اخد بالي من نفسي، من اكلي، من شربي، من صحتي. احيانا ده هيبقى صعب وتقيل مش هنبقى قادرين نعمله، بس هنزق نفسنا وانا مدرك ان انا دلوقتي بتألم، بس انا النهارده هستاند فور ماي سيلف. انا النهارده هختار ما اخذلنيش، انا النهارده هختار اقف جنبي واحاول من اول وجديد. تقول end up في النهايه ان الالم ده هيخلص. اول مره مش عاشر مره، جلدنا هيتخن، هنتعامل معاه احسن. بس كده. شاركوني الانسايتس بتاعتكم ومشاعركم بعد الفيديو ده، ويا رب يا رب يا رب يرزقنا كلنا كده الصلابة النفسية والشجاعة لتحمل الألم وقبوله.